السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة لا تحزن وفرح نفسك بنفسك. احنا عايزين نقول ان احنا لازم نخرج بره دايرة الحزن اللي احنا موجودين فيها، علشان حاجات كتير قوي ابسطها ان احنا نعرف نكمل حياتنا. ربنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. السؤال اللي بيطرح نفسه في الحلقة بتاعت النهاردة، ليه احنا بنزعل اكتر من اللازم؟ بس قبل ما نقول ليه بنزعل اكتر من اللازم، حاول ما تنساش تشترك في القناة وتنشر الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا احيانا ما بيكونش سبب الحزن اللي بيحصل بسبب حاجة حصلت، ولكن ممكن يكون بسبب وهم احنا عايشينه، وهم احنا بلغنا فيه، وهم احنا سمحنا ليه ان هو يكبر جوه عقولنا، وهم احنا سمحنا ليه ان هو يكبر جوه عقولنا. اليوم احنا ما بنتكلمش عن مصيبة كبيرة حصلت ولا عن حاجة احنا فقدناها، احنا بنتكلم عن الحزن اللي احنا بنصنعه بايدينا من غير ما احنا نحس. اولا وهم الكمال. يعني ايه وهم الكمال؟ احنا عايزين حياة من غير ألم، من غير زعل. احنا رسمنا في عقولنا حياة مثالية عايزينها تمشي زي ما احنا رسمناها. عايزين زواج بلا مشاكل، عايزين عمل بلا ضغوط، عايزين أصدقاء بلا خذلان، عايزين صحة من غير تعب. لكن الحقيقة ان ربنا ما خلقش الدنيا كاملة. ربنا بيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة. المشكلة يا اخوانا مش في وجود الألم، المشكلة ان احنا بنرفض وجود الألم وكأننا مش بشر. لما انت بتقبل الحياة بالألم بتاعها وتبقى عارف ان الحياة دار ابتلاء مش دار نعيم، حزنك بيخف، حزنك بيقل، بيبقى في حزن ولكن بيخف. تاني حاجة المقارنة ما بينك وما بين حد، ده سر الحزن الصامت. في كتير من الأوقات أنت ما بتحزنش لأنك فاشل، ممكن بتحزن وبتزعل لأنك بتقارن نفسك بشخص أنت بتفكره ناجح، ومفكره ناجح إن هو نجح ببلاش من غير تعب. بتفتح تليفونك بتشوف إنسان مسافر، وواحد تاني اشترى بيت، وواحد تالت متجوز، وانت لا سافرت ولا عندك بيت ولا متجوز ومش عارف تعمل حاجة، علشان انت قاعد مكانك ما تتحركش، لا ذاكرت ولا درست ولا عملت مشروع ولا اجتهدت ولا بحثت. انت ما شفتش دموعهم، ما شفتش مشاكلهم، ما شفتش احزانهم، ما شفتش مجهودهم اللي عملوه عشان يوصلوا للي هم فيه اللي انت دلوقتي شايفهم على تليفونهم. المقارنة بتفسد الرضا، بتخليك تنسى النعم، بتشوف بس الحاجات اللي ناقصاك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أقدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. يا سيدي انت عندك عربية موديل 2004، ما تبصش اللي عنده 2020، بص للي ما عندوش خالص. انت متجوز وعندك بيت 100 متر، ما تروحش تبص لواحد عنده بيت على فدان وتنسى الناس اللي هي قاعدة من غير مأوى. المقارنة بتطفي نور الامتنان لله على النعم اللي هو مدهنا، ولما الامتنان بينطفي الحزن بيجي. ثالث حاجة تضخيم الأحداث في عقولنا. احنا بنكبر الحاجات، حدث بسيط بس عقلك انت بيحوله لكارثة. كلمة بسيطة تفضل تعيدها في دماغك ليل ونهار ليل ونهار، وتفسرها بأسلوب غير اللي الراجل اللي قالها أو الشخص اللي قالها كان يقصدها بيه، ولما تيجي تقعد معاه وتعاتبه تفهم ان انت فهمت غلط. عقلك لو سبته من غير وعي بيصنع سجن من أبسط فكرة. كم مرة زعلت بسبب حاجة ما حصلتش؟ كم مرة زعلت بسبب حاجة ما حصلتش؟ كم مرة سهرت بالليل لأنك توقعت إن بكرة الصبح هيحصل فيه مشكلة؟ ربنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ليه بقى أنت بتحسن الظن في والدك وفي والدتك وفي أخوك وفي أختك وفي صاحبك وفاقد الأمل في الله عز وجل؟ الله عز وجل هو اللي في إيده كل المقادير،
هو اللي في ايده كل الحلول اللي انت عايزها، بس روح له. لماذا نتوقع الأسوأ ولا نتوقع لطف الله؟ اغلب الحاجات اللي احنا بنخاف منها ما بتحصلش، واغلب الحاجات اللي احنا بنحزن عليها بتمر. رابع حاجة هنتكلم عليها، انك بتعيش في ذاكرة مؤلمة دائمة. بعض الناس ما بيعيش الحاضر بتاعه، بعض الناس ما بيعيش الحاضر، على طول عايش في الماضي، عايش في مشاكله اللي حصلت، عايش في خناقاته اللي حصلت، عايش في بيته اللي انهد، عايش في الشخص اللي هو بيحبه مات، موقف حصل من سنين، شخص قال كلمة أو فرصة ضاعت، وإحنا بنعيد كل الحكايات دي بالليل كأننا مضينا مع الألم عقد. الماضي انتهى، الماضي انتهى، لكن إعادة عرض الماضي في عقولنا بتبقى بسبب اختيارنا إحنا. محدش عرف يرجع بالزمن علشان يغير الحاجات اللي حصلت فيه، لكن الإنسان يقدر إن هو يبدأ من دلوقتي، والبداية الجديدة ما بتحتاجش إن أنت تاخد إذن من الماضي. خامس حاجة هنتكلم عليها، الخوف من المستقبل. المستقبل ده مجنن ناس كتير، قلقانين من المستقبل، ومش عايزين نسودها في وش الناس ونقول إن غالب الناس اللي كانت خايفة من حاجات في المستقبل هم حاليا مش موجودين في المستقبل، ما نبهمش غير الزعل. ولكن احنا مش هنقول كده، احنا هنقول ان شاء الله احنا هنفضل موجودين في المستقبل وهنحقق احلامنا. صناعة حزن لم يحدث بعد. كم مرة زعلت على حاجة ما حصلتش؟ كم مرة قلت يا لو فشلت، يا لو انا عييت، يا ايه اللي هيحصل لو مراتي سابتني ولا جوزي سابني، ايه اللي هيحصل لو ابني سافر، هعيش ازاي من غيره، ايه اللي هيحصل لو كل حاجة ضاعت. بنخاف من الاحتمالات وبنخاف من الظنون، بنعيش في افكار مظلمة. ربنا بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المستقبل مش في ايدك ولا في ايد الناس، هو في ايد ربنا. الخاتمة يا صديقي، مش كل حزن سببه الواقع، بعض الحزن بسبب الفكرة، وبعضه بسبب المقارنة، وبعضه بسبب رفضنا لطبيعة الدنيا. لو قللت توقعاتك شوية، ممكن لو قللت توقعاتك شوية الدنيا تظبط معاك. بطل تقارن نفسك بالناس، حسن ظنك بالله، سيب مشاكل الماضي مكانها، سلم المستقبل للي في ايده امر المستقبل، هترتاح ومش هتزعل. وحتى لو زعلت هيبقى فيك حبة زعل صغيرين هتقدر تعديهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.